السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة مشتريات، حاجات كده بسيطة، بس حبيت ان انا اشاركها معاكم واقول لكم رأيي فيها. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش زي ما تعودنا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كمان سيبولي كومنت لو محتاجة اي فكرة في القناة انفذها، او لو عندك اي سؤال هجاوبك عليه. وعشان ما اطولش عليكم وتشوفوا ايه المشتريات اللي انا جبتها، يلا بينا نبدأ الفيديو. طيب، اول حاجة يا بنات هي مشتريات بسيطة جدا. هبدأ كده معاكم بسم الله. اول حاجة انا جبتها طيب اول حاجة انا جبتها يا بنات هي الشاور جل ده. ده شاور جل من كامي. ما شاء الله حلو جدا، الكمية بتاعته كبيرة قوي. هو 1 لتر اهو. فهو حلو جدا بصراحة، الريحة بتاعته حلوة جدا كده، ريحة ورد هادية قوي. انا كنت عايزة اي شاور جل من افون او من اورفليم، الحاجات اللي انا متعودة عليها بصراحة. وساعات كنت بجرب لوكس عادي، بس للأسف منتجات اورفليم وافون وكده بالنسبة للاستيراد فبقت قليلة جدا، كل المنتجات بتاعتهم في المحلات او في السوق عموما. فانا لقيت ده، فبصراحة حبيته كده. وكمان بما ان الصابون والحاجات بتاعتها حلوة فقررت ان انا اجربه. قلت مفيش مشكلة، وهو عليه عرض كان خصم 10%. هو ده شكله، الكمية بتاعته ما شاء الله كبيرة جدا، هو 1 لتر. وبتستخدميه كده، بتضغطي على الجزء ده وهو ريحته حلوة قوي، بتبتدي تاخدي المنتج من الحركة دي. فبصراحة مش بتهدر اي حاجة، فانا حبيته كده وحبيت ان انا اجربه. فده اول حاجة انا جبتها. طيب الحاجة التانية يا بنات اللي جبتها هي القطن ده. هو ده شكله. جبت كمان واحد، جبت الاتنين دول بصراحة حلوين جدا. انا كنت عايزة اجيب القطن اللي هو مربع كده وليه وشين، وش ناعم والوش التاني بيبقى فيه زي مطة كده وتقيل شوية، وعدده كبير جدا. بس للأسف ما لقيتوش، وحاجات كتير بسأل عليها الفترة دي ببقى محتاجاها بيقولولي ان هي مش موجودة او صعب تيجي دلوقتي بسبب الاسعار، وان التجار اي حد عنده اي منتجات او كده يعني استيراد بتبقى موجودة او مخزنينها عشان يغلوا الاسعار. فبصراحة جبت القطن ده، حبيته كده، ويعني شفته كده من جوه بسم الله، فتحته كده وشفته فكان كويس بالنسبة لي، والملمس بتاعه كان حلو فانا جبته. انا جايباه بصراحة علشان عينه. انا عندي القطن اللي انا بحكي لكم عليه ده لسه موجود عندي منه كمية حلوة، فبستخدمه. فدول بصراحة انا جبتهم علشان عينهم وكده، والماركة دي حلوة وملمسه برضو حلو، فانا جبتهم برضو. كمان يا بنات جبت السبراي ده. ده سبراي الريحة بتاعته البرفيوم بتاع اولمبيا. بصراحة انا حبيته جدا، استخدمت البرفيوم في الخطوبة. انا ما كنتش بستخدم برفيوم اصلا، على طول بستخدم البودي ميست في البيت. بس بصراحة لما استخدمت البرفيوم اللي هي اولمبيا في الخطوبة بتاعتي عجبتني قوي، فجبت السبراي ده حلو جدا علشان انا كان عندي سبراي بس خلص، فطلعت الاحتياطي فجبت ده علشان اخليه، علشان اللي طلعته عشان استخدمه يبقى موجود عندي احتياطي. بحب على طول الحاجات دي تبقى موجودة احتياطي عندي. واخر حاجة انا جبتها يا بنات هي اللي هي الفوطة الماركو فايبر دي، حلو جدا بصراحة. انا جبتها علشان برضو اعينها، وابقى ان شاء الله لما استخدمها كده اقول لكم رأيي فيها. بس عايزة اقول لكم بصوا، هو باين جدا الملمس
وباين السمك بتاعها قد ايه، شايفين سميكة قوي. وبصوا الخامة تقيلة جدا بصراحة، والخامة بتاعتها فعلا هتشرب اي مية في شعرك، فدي حاجة حلوة. هو ده شكلها وهي كبيرة قوي، يعني ما شاء الله لو انتي شعرك طويل لا هتبقى كويسة جدا معاكي. شكلها حلو قوي وانا حبيت شكل القمر ده. هو ده شكلها حلو قوي بصراحة، وانا بحب جدا استخدم الحاجات دي، لان ساعات كتير قوي ببقى عايزة اخد شاور او كده، ومش عايزة مثلا شعري يتبل، وساعات ببقى عايزة انشف شعري بسرعة، فهي بصراحة هتساعد في حاجات كتير. غير بقى اللي هو البونيه البلاستيك ده، فبرضه هتبقى حلوة. يعني انا قلت اجيب واحدة كده بصراحة عنها، ولو طلعت حلوة هبقى اجيب تاني واعمل لكم عنها ريفيو. بسم الله. بس كده يا بنات، دي المشتريات اللي انا جبتها، هي حاجات بسيطة قوي بس انا حبيت اشارككم بيها، علشان البنات اللي بتقولي لا شاركينا كل المشتريات، وانا ما بحبش برضو يعني اسيب حاجات كتير واصورها لكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل. بس انا حبيت اشارككم كده، وحبيت اوريكم ان انا في حاجات يعني دول هستخدمهم استخدام شخصي عادي، وفي حاجات بجيبها هي بسيطة لكن بتبقى خلاص انا عرفت ان انا جبتها، فالحاجات دي هعينها. في حاجات بتعجبني او ببقى حابة ان انا اجربها فبجيبها برضو بعينها، وحاجة في حاجة كده هتلاقي كل حاجتك جبتيها ونفسك فيها، ومفيش اي حاجة تانية ناقصاكي. وان شاء الله احنا مع بعض في كل الفيديوهات، وهبقى معاكم خطوة بخطوة. بس كده يا بنات الفيديو خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. هتوحشوني جدا، وباي باي.